عواد يأمن الكرة إلى خارج الملعب. ضربة مرمى، محاولة عن طريق خطير يوسف الفحلي. لعبت الكرة، شتت سريعا فتوح والفحلي، تسديدة غير متقنة. ضربة مرمى لصالح الزمالك للمرة التاسعة أعزائي المشاهدين. نهائي الكونفدرالية عربيا خط، وصلنا للدقيقة السابعة ورمي التماس لنهضة بركان. يقطع فتوح إلى سامسون، مستني الكرة سامسون تتقطع مرة ثانية مع بركان، خطيرة جدا. الفحلي عايز يعدي، يشتت من جديد دفاع نادي الزمالك، ويسقط الفحلي مرة أخرى داخل منطقة الجزاء، وحكم اللقاء يشير باستمرار اللاعب. محاولات مستمرة من لاعبي نهضة بركان للحصول على ضربة جزاء، 3 مرات حتى الآن يسقطون داخل منطقة الجزاء. ادي الإعادة، ادي الفحلي مع حسام عبد المجيد، ومرة ثانية بيسقط بمفرده تماما. هل يتدخل حكم اللقاء؟ بياخد وقته الحكم الكيني صاحب ال 41 سنة بيتر واويرو كامبو، اللي أدار مباراة المغرب ومصر في نهائي أفريقيا تحت 23 سنة التي أقيمت في المغرب. وفي النهاية يذهب إلى داخل الملعب ويشير بضربة جزاء أن يكون أكثر ثباتا. يجب أن لا يأخذ القرار، يجب أن يكون أكثر ثباتا وينتظر يوسف دا يسدد إلى داخل المرمى. هدف أول لنهضة بركان. يوسف دايو يحرز الهدف الأول لنهضة بركان أعزائي المشاهدين في الدقيقة 13 من عمر اللقاء. 1-0 لنهضة بركان. قلت لحضراتكم يوسف دايو بيستنى، للأسف عواد اترمى بدري، سهل عليه المهمة، سهل المأمورية. نهضة بركان يتقدم بهدف لا شيء. لاعب منتخب بوركينا فاسو يوسف دايو صاحب 30 سنة، اللاعب اللي شارك أمام الزمالك في نهائي 2019، صاحب ال 71 مباراة دولية مع منتخب بوركينا فاسو، واللي لعب 4 أفريقيا 2017 و2019 و2021 و2023. حكم اللقاء لم يعطي الإذن بالتنفيذ حتى الآن. أخيرا يطلق صافرته، ودي زيزو العرضية حلوة ولكن يشتتها سريعا قلب الدفاع عبد الحق عسال إلى خارج الملعب. ضربة ركنية لصالح الزمالك. لعبها حلو زيزو في اتجاه المرمى، كانت ذاهبة إلى حمزة المثلوثي، ولكن العسال يحول الكرة إلى خارج الملعب. ضربة ركنية، ثاني ضربة ركنية. 5 من لاعبي بركان داخل منطقة جزاء الزمالك في انتظار الكرة العرضية. وادي العرضية على الآمل البعيد وضربة الرأس، هدف ثاني لنهضة بركان. كرة عرضية بالونية، لم يخرج محمد عواد كالعادة، تتلعب بضربة رأس ضعيفة تتهادى إلى داخل الشباك، وهدف ثاني لنهضة البركان، والأمور تزداد صعوبة على لاعبي نادي الزمالك. حذرنا كثيرا من الكرات الثابتة، وقلنا يجب لاعبي الزمالك يكونوا أكثر بخلا في إعطاء فريق نهضة بركان ضربات ركنية أو كرات ثابتة. هذه الكرة العرضية اتلعبت من محمد المرابط، ودي ضربة الرأس بجوار القائم الأيمن تخرج محمد عواد وتتهادى إلى داخل الشباك، معلنة عن هدف ثاني لفريق بركان لتصبح النتيجة 2-0. ضربة الرأس من عادل تحيف لتصبح النتيجة 2-0. عادل تحيف يسجل هدفه الشخصي الثالث في دفاعات فريق نهضة بركان. لسه محمد شحاتة يكسب أرض للجزيري، عايز يستلم بظهره، فتوح يا ولد، شحاتة فتوح من جديد. فين العرضية بقى يا ولد على المراوغة، لما والثانية وضربة رأس ينقذها الحارس. ضربة رأس من الجزيري يتعامل معها الحكم كده. ضربة الرأس كانت محتاجة قوة، ولكن ضربة الرأس من الجزيري تعامل معها الحارس حمزة حمياني وأنقذ مرماه من هدف أول للزمالك. لكن كويس، بدأ الزمالك يظهر هجوميا، بدأ يشكل خطورة على مرمى نهضة بركان. لابد أن نسجل يا شباب، لابد للزمالك أن يزور مرمى نهضة بركان في وبالفعل حكم الكيني بيتر واويرو كاماكو يطلق صافرة ختام الشوط الأول أعزائي المشاهدين، معلنا ضربة البداية من نصيب نهضة بركان في الشوط الثاني. نهضة بركان على يمين بالطاقم البرتقالي في الأسود، الزمالك في الشوط الثاني على يساره. قرب إليها الباك الشمال حمزة الموساوي، ودي رمي التماس للزمالك. عمر جابر على التنفيذ. حلوة لزيزو، يتقدم زيزو يلعب عرضية جوه 18. ادي الجزيري ضربة، الله أراد هدف، لسه في كده، لسه في جمال كده. هو ده الزمالك، هو ده الهدف الأول، هي دي الفرحة الأولى للفارس الأبيض. خد عرضية من زيزو، خد رأسية من
من الجزيري واديني الهدف الاول للزمالك، اديني الفرحه الاولى للزملكاويه. الله يا جزيري، الله الله يا زيزو، الله. يا سلام على العرضيه يا ولد، يا سلام على العرضيه يا ولد، ويا سلام على ضربه راس من الجزيري. تسلم دماغك يا جزيري، تسلم دماغك يا جزيري. العرضيه من زيزو وضربه الراس من الخديوي، ضربه الراس من سيف الجزيري تعلن عن اول اهداف الزمالك. 2-1 الان. تفرق كتير، تفرق كتير يا جماعه. نشم نفسنا بقى، نشم نفسنا بقى ونلعب ونعمل. ده لعيب مره والثانيه حكم اللقاء يشير باستمرار اللاعب. قاسم الكره في الجانب الايمن، يوسف الفحلي وحسام، يوسف الفحلي وحسام. عرضيه الفحلي، يا سلام يا عمر، مغطي عمر جابر على 18. تسديده تصطدم بالدفاع وتتحول الى خارج الملعب، ضربه ركنيه. تغطيه عكسيه مميزه جدا من عمر، ضم للداخل بطريقه جيده، تواجد في المكان المناسب، شتت الكره القادمه من الكره العرضيه من حضراتكم. وكما تابعنا في الايام الماضيه نادي الزمالك تقدم باحتجاج رسمي للكاف على تعيين التونسي هيثم قيراط حكما للفار. معلومه فقط لمن ادي تسديده من مسافه بعيده ولكن الى خارج الملعب، تسديد قويه الى خارج الملعب عن طريق اللاعب الخطير يوسف مهري القادم من حسنيه اغادير هذا الموسم. سجل 5 اهداف في الدوري المغربي هذا الموسم. يطلق تسديده يا دوبك تلمس السوق. ايوب خيري، تتلعب الكره في وسط الملعب. محمد المرابط، عده تمريرات للاعبي نهضه بركان. ياسين البحيري، ادي كره اماميه خطيره جدا جوه 18. يتدخل عواد، يا ولد ينقذ عواد على الموقف. استلام خطير جدا. ادي الاعاده، استلم في ظهر عمر جابر، لعب الكره في اتجاه المرمى ولكن عواد كان متواجد في المكان المناسب. حمزه المساوي تلقى تمرير من يوسف مهري. تمرير خطر جدا لحسام عبد المجيد، خلصها الفتوح. فتوح يضم للداخل، يلعب كره اماميه في اتجاه الجزيري. قدم الجزيري 1 ضد 1، لو عدى لو فات. يلا جزيري، يلا جزيري، يلا جزيري. عند الملعب لزيزو، هيسدد ولا ايه؟ هيسدد ولكن الى خارج الملعب. بيركنها على طريقه البنالتي، على طريقه ضربه الجزاء. زيزو فرصه كبيره تضيع، كان ممكن يسدد بقوه. زيزو كان في مكان مميز جدا جدا جدا، تلقى تمريره حلوه من سيف الجزيري ولكن زيزو لم يحسن هذه المرة. ركنها بباطن القدم اليمنى ولكنها تمر بجوار القائم. فرصة كبيرة تضيع من زيزو. مين بضربة رأس روعة في الدقيقة 46. هذه أحد الجماهير وعلم فلسطين الحبيبة، وتحية من كل من في الملعب. تروح سهلة لحسام عبد المجيد، وفي هذه الأثناء يطلق حكم اللقاء صافرة الختام.